القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية يقدم حصاد الشهر من إذاعة لندن، العدد الأول. عام عمره. أيها المستمع الكريم، هذا هو أول حصاد شهري من برامج القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية، وهدفنا من إصداره هو أن نتيح لك الفرصة لكي تستمع إلى جوانب من برامجنا العلمية والثقافية والأدبية والطبية وحتى الإعلامية منها. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ القسم العربي التي نجمع لك فيها جوانب من كل تلك البرامج ونقدمها لك على هذه الكاسيت خلال ساعة واحدة حتى تستمع إليها أينما تشاء ووقتما تشاء وبكل صفاء ووضوح وبكل انتباه أيضا، وخاصة إلى ما سنقوله لك أولا عن أن للغذاء الذي يتناوله إنسان اليوم أثرا كبيرا ليس على جهازه الهضمي فحسب، بل أيضا على صحته العامة. فقد دلت مختلف الأبحاث الطبية على أن معالجة الإنسان المعاصر لطعامه ومحاولته الحصول على خلاصته باستخدام عناصر كيماوية قد تؤدي به إلى الإصابة بمرض من أمراض العصر الحديث. ولعل خير مثال على ذلك هو أن إنسان اليوم دأب على انتزاع النخالة عمدا من الطحين ليخبز خبزا أبيض ناعم الملمس وشهي المأكل، دون أن يدري أن انتزاعها وانتزاع ألياف أخرى من الطعام قد يؤدي إلى إصابة جهازه الهضمي باضطرابات قد تنجم عنها أمراض خطيرة كأمراض القلب والشرايين وأمراض خبيثة أخرى تطرق إليها برنامجنا الأسبوعي على مسرح الحياة، الذي أسند حججه إلى دراسات كبار الأطباء والجراحين في الغرب. ومن بين الحقائق العديدة التي أوردها البرنامج إعلانه أن أمراض الجهاز الهضمي أصبحت تشكل مشكلة حادة في الغرب، وأثبت ذلك بقوله: ولا أدل على ذلك من أن 56,000 شخص قد وافتهم المنية بسبب أمراض الجهاز الهضمي في بريطانيا وحدها في العام الماضي. نعم، إن هذه الحقيقة المخيفة من الصعب أن يهضمها كل من عاش خارج الأقطار الغربية، وخاصة أنه تراعى فيها شروط قاسية على نظافة الأطعمة فيها. فهل يمكن بالنظافة وحدها تجنب تلك الأمراض؟ يعتقد المرء للوهلة الأولى أن ما بذله الغرب من جهود للتأكد من نظافة الأطعمة ومطابقتها للأصول الصحية سوف يساعد على اندثار الأمراض الهضمية. وهذا التوقف لا يعني أن مادتنا التالية لا أهمية لها، بل على العكس، فإن لها أهمية كبرى من الناحية العلمية، فهي تدور حول الأشجار بعد أن أثبت عالم غربي خطأ ورد في مقطع أغنية إنجليزية تقول: إني أكلم الأشجار ولكن الأشجار لا تنصت. والخطأ الذي ارتكبه كاتب كلمات تلك الأغنية لم يكن ناجما عن خطأ لغوي، وإنما عن جهل الناس من أن للشجرة لغة خاصة تستطيع بواسطتها الاتصال مع الأشجار الأخرى المجاورة لها. وهذه الحقيقة أكدها برنامجنا في ركاب العلم عندما أذاع خبرا عزاه إلى بحث علمي كان قد أجراه الدكتور جاك شولتز من كلية دارتموث الأمريكية. كان الدكتور شولتز يتابع بحثا أجراه عالم آخر اكتشف فيه أن بإمكان الأشجار الدفاع عن نفسها ومكافحة الآفات التي تتغذى بأوراقها، ويتم الدفاع عن طريق قيام الأشجار بتغيير التكوين الكيميائي لأوراقها، جاعلة هذه الأوراق منفرة للآفات. أجل، إنها إشارات لا يمكن في الوقت الراهن رؤيتها بالعين، ولكن الدكتور شولز سيواصل رغم ذلك محاولاته الرامية إلى التقاط تلك الإشارات، وعندما ينجح في مساعيه الحميدة هذه سيكون قد أسدى للزراعة خدمة قيمة جدا، إذ سيصبح من الممكن عندئذ توجيه مثل تلك الإشارات نحو المحاصيل الزراعية لحمايتها من الآفات
بدلا من رشها مثل ما يحدث في الوقت الراهن بمبيدات الآفات الزراعية، وهي أولا باهظة التكاليف ناهيك عن أنها تلوث البيئة. وبعد هذا الكلام المفيد يا أفتيم أقول ما منك جوج. وماذا تعنينا من هذا الكلام يا عبلة الذي عدت به من إحدى زياراتك الأخيرة للمغرب؟ لا أعني بها أي شيء والله، سوى أنني أريد أن أسمع المستمعين جانبا من أغنية أداها ضمن أحد برامجنا الموسيقية المطرب المغربي عبد الهادي بالخياط بعنوان ما منك جوج. بدون شك أنها أغنية جميلة حقا، ولكن لا أفهم بعد معنى ما منك جوج. الجوج يا أفتيم في لغة إخواننا المغاربة تعني اثنين. فهمت يا عبلة الآن ما المقصود من هذا الكلام، وهو أنه لا نظير لك يا عبلة. تمام. وقتاش تشوفك عينينا عينينا ما منك زوج انت واحد، وعدي والزمان ثاني، وعدي والزمان ثاني، الزمان ثاني والزمان ثاني، ما انساني وما انساني وادي نشعل غزالي قنديل نتفكر ايام زمان، نروي الحكاية لليل يتفاجأ الحبيب العيان. نشعل غزالي قنديل نتفكر ايام زمان، نروي الحكاية لليل يتفاجأ القلب العيان. علاش نسيتينا نسيتينا من بعد العشرة والعهد، وقتاش تشوفك عينينا عينينا ما منك زوج. عبد الهادي بالخياط أدى جانبا من أغنية ما منك جوج، وهي من ألحان عبد القادر الراشدي وكلمات علي الهداني، ومدتها 20 دقيقة، وهي متوفرة في الأسواق التجارية على أسطوانة من إنتاج نادي الأسطوانات العربي. وانتقالا بنا إلى برنامجنا السياسة بين السائل والمجيب، فقد ورد البرنامج سؤال من سالم عبد الله حامد من سلطنة عمان، صاغه على النحو التالي: لماذا سمحت الولايات المتحدة لإسرائيل باستخدام القنابل العنقودية والفوسفورية ضد الفلسطينيين أثناء غزوها للبنان، على الرغم من تحريم استخدام هذه الأسلحة دوليا؟ هذا في الوقت الذي تندد فيه الولايات المتحدة باستخدام السوفييت لهذه القنابل في أفغانستان. يجيب عن هذا السؤال فيليب وينسر، الأستاذ المحاضر في العلاقات الدولية في كلية العلوم الاقتصادية التابعة لجامعة لندن. إن من سوء الحظ أنه ليس ثمة خطر عالمي لاستخدام القنابل العنقودية أو الفسفورية، كما أنها استخدمت على نطاق واسع في الحروب التي وقعت أخيرا. ويشيع استعمال القنابل الفوسفورية التي تعتبر من بين أكثر الأسلحة الحديثة بشاعة، يشيع استعمالها أكثر من القنابل العنقودية لأنها أسهل صنعا، إلا أن القنابل العنقودية ذاتها استخدمت أيضا على نطاق واسع من قبل الدول التي تعرف كيف تصنعها أو الدول التي تستطيع شراءها.
ومن السياسة بين السائل والمجيب إلى قول على قول، ولكننا بانتقالنا إليه لن نخرج من باب السياسة، إذ وصل إلى الأستاذ حسن الكرمي سؤال عنها من المستمع التالي. سألني السيد الزريكي مصطفى من الدار البيضاء في المغرب، يقول: من القائل وما المناسبة؟ أما السياسة فاتركوا أبدا وإلا تندموا. هذا البيت للشاعر العراقي معروف الرصافي من قصيدة مطلعها: يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم. وكان معروف قال هذه القصيدة يصف بها حالة الحكم في العراق في زمانه، وفيها يقول: ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم، ودعوا التفهم جانبا فالخير أن لا تفهموا، أما السياسة فاتركوا أبدا وإلا تندموا، إن السياسة سرها لو تعلمون مطلسم. ثم يقول: من شاء منكم أن يعيش اليوم وهو مكرم، فليمسي لا سمع لديه ولا بصر لديه ولا فم، لا يستحق كرامة إلا الأصم الأبكم. ثم يقول: فارضوا بحكم الدهر مهما كان فيه تحكم، وإذا ظلمتم فاضحكوا طربا ولا تتظلموا، إن قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقم، إلى آخره. وتقع القصيدة في 22 بيتا. هذا ما جاء في قول على قول من حلقات العام الجاري. ولكن كيف كانت يا ترى بداية هذا البرنامج الغني عن أي تعريف قبل 15 عاما؟ إن بإمكانكم الاستماع إليها على الجهة الثانية من عددنا الحالي. تلك النغمات الموسيقية يعرفها عشاق سيبيليوس الموسيقار الفنلندي الشهير، ويعرفون كذلك منطقة أحبها من بلاده اسمها كاريليا، وتقع شرقي الجمهورية الفنلندية. ومنذ نحو 12 عاما ساد الهلع سكان شمال منطقة كاريليا هذه عندما علموا أن إقليمهم يعاني من أعلى معدلات الوفيات بين الذكور في الغرب بسبب أمراض القلب. وسرعان ما تقدموا بالتماسات وعرائض لحكومتهم أرغمتها على اتخاذ إجراءات أفضت إلى انخفاض معدل الوفيات بسبب أمراض القلب في تلك المنطقة بنسبة 27%. ولفتت هذه التجربة انتباه المسؤولين عن الجديد في الطب وهو برنامجنا الطبي، وطلبوا من أحد مراسليه المختصين أن يكتب للبرنامج تقريرا عن تجربة كاريليا هذه بعد أن أصبحت مثالا يجب أن تحذو حذوه مناطق أخرى من العالم. كانت الإجراءات التي اتخذت في شمال كاريليا صريحة، وهي نصح الجمهور بالامتناع التام عن التدخين وتقليل كمية الدهون الحيوانية في غذائهم ومعالجة الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. وكان من الطبيعي أن تنفق الدولة على التسهيلات والخدمات الطبية اللازمة لهذه الحملة التي شنتها لمكافحة أمراض القلب في البلاد. واتضح الآن بعد 12 عاما من بدء هذه الحملة أن البلاد استعادت هذه النفقات، بل أكثر، وذلك بسبب تخفيض المدفوعات الحكومية
للمرضى الذين يعانون من العجز الجسمي عن العمل بسبب أمراض القلب. وفي عام 1972 عندما بدأ مشروع شمال كاريليا كان عدد المدخنين في المنطقة يزيد على نصف عدد السكان الذكور البالغين، وأصبحت نسبة المدخنين 30% فقط. وأدت التغييرات التي تمت في مجال تخفيض نسبة الدهون المتناولة في الغذاء أدت إلى تخفيض كمية الكوليسترول في الدم بنسبة 12%، وكان العامل الوحيد الذي لم يطرأ عليه التحسن بشكل مضطرد هو ارتفاع ضغط الدم، فقد حدث انخفاض في عدد المعانين منه خلال فترة السنوات ال5 الأولى من المشروع، ولكن لم يزد هذا الانخفاض في السنوات ال5 التالية. وبالرغم من ذلك فإن انخفاض نسبة الوفيات بمقدار 19% بعد أن كانت 27% تحقق في فترة السنوات ال5 الثانية من المشروع. هذا عن تجربة كاريليا في تخفيض أمراض القلب. ومنها ننتقل إلى الحب عن طريق برنامجنا الأدبي عالم الأدب الذي أوصلنا بالشاعر التونسي الدكتور جعفر ماجد عندما أذاع له مختارات شعرية من نظمه. نقتطف لكم منها أبياتا عن حلم السندباد والساحرة. هاكم أولا الساحرة. لأنك لم تعرف الحب قبلي، لأن النساء على كل لون وشكل، لأن البساتين لا تنبت الورد في كل فصل، وأن الطبيعة لا تمنح الخصب في كل حقل، لأني أحب بعنف وأطلب في العنف مثلا بمثلي، فإني سأقتلك اليوم حبا وحبك يعني كذلك قتلي. سئمت الكلام الذي حفظوه عن العشق والعاشقين، فقل لي كلاما بلا ذاكرة، فكل المواعيد ألغيتها من سنين، وما زلت بين دروب الهوى حائرة. سئمت من البحر يغتالني، سئمت من الريح والشمس والموجة الثائرة، فحسبك أنك لي شاعر وحسبي أني أنا الساحرة. فخذني إليك ووزع شعوري على كتفيك، فإني وجدت اتجاهي وألقيت رحلي، لأني أحب بعنف وأطلب في العنف مثلا بمثلي، فإني سأقتلك اليوم حبا وحبك يعني كذلك قتلي. وبعد الساحرة إليكم حلم السندباد. ناجيت فيك خيالا سره بلوى، وأنت يا حلوتي أحلى من النجوى. وجدتني ذات يوم غير عابئة، وكنت أشرب من عينيك لا أروى، فغير العمر مجراه وغيرني، وقد نسيت بك الأتعاب والشكوى. وكنت أدفع في الأمواج مركبتي، وأشتهي أن أرى آفاقها القصوى، وأحمل الكون في قلبي، وليس لنا في رحلة الصمت إلا الريح والأنوى. وقصة حرمت حتى روايتها، لأنها في كتاب الحب لا تروى، حتى طلعت علينا كوكبا وهجا، وجئت بالدفء والأحلام والسلوى. وإنني سندباد عاد مبتهجا، وفي حقيبته من كل ما يهوى، فعانقيه وضميه مواسية، فإنه متعب ما زال لا يقوى. وحاذري أن يمل المكثى عادته، فقد يتوق إلى الأبعاد والأجوى. وقبل الاستغراق في الأحلام نرجو من مستمعينا الكرام التحول إلى الجهة الثانية من عددنا الحالي فور انتهاء الإشارة التالية.